4 ركعات قبل الظهر تعدل مثلهن في السحر. يعني إذا صليت 4 قبل صلاة الظهر كأنك صليت 4 قبل أذان الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم جلده على النار. طيب السؤال: ليش هذه الأهمية العظيمة لقبل الظهر؟ اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال عجيب، هو حديث ابن عباس الذي قال عنه شيخنا الألباني حسن لغيره. قالت: يا رسول الله، إني ما أراك تهتم بنفل قط مثل 4 ركعات قبل الظهر طيل قيامها وركوعها وسجودها، فلما يا رسول الله؟ قال: ذلك وقت، انتبهوا يا أخوان، ذلك وقت تفتح فيه أبواب السماء وأريد أن أصلي وأبواب السماء مفتحة. إذن ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم يطيلها؟ وليش قال إنها مثل السحر؟ لأن هذا الوقت كأفضلية الوقت هناك، مفتحة الأبواب هنا ومفتحة الأبواب هناك، فلذا قال 4 قبل الظهر تعدل 4 في السحر. إخواني حافظوا عليها. إذا هذه 4 ركعات نطيل فيها، وهي 2 2 عشان ما نختلف، كل واحدة 2 ونسلم، 2 ونسلم، لكنها طوال، تطيل قيامها، تطيل ركوعها، تطيل سجودها، وننتبه لهذا وإلزم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسيحرم جلدك على النار كما قال صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم